مساء الخير على أحلى وأجمل متابعين اللي دايما في قلبي منورين. وحشتوني وحشتوني وحشتوني، اخواتي وحبايبي اللي دايما في قلبي. النهاردة جايلكم بأحلى وأجمل فيديو، سهل وبسيط وجميل واقتصادي جدا ومش مكلف، بس بصراحة العيال اتهبلوا. يعني بالنسبة لهم حاجة جميلة جدا، حاجة كل يوم بيجيبوها هم رايحين جايين يوميا من الشارع. فاحنا عملناها في البيت، يلا بينا بقى هنسمي بالله ونصلي على الرسول ونبدأ مع بعض. هنا انا عندي الدقيق بتاعي، هنا هاخد الدقيق وهسيب حبة على جنب، حبة على جنب عشان لو ايدي خانت في المية الاقي الحبة دول محتاجاهم، ما استناش واغسل ايدي وابعت اشتري. هنا ذرة ملح، مش هنحط حاجة خالص. هنا بقى هنزل من بالمية بتاعتي، ولا من الحنفية ولا سخنة، يدوبك زي دمع العين دافية، مجرد ما تحطيها على النار تشيليها. انزلي بقى بالمية بتاعتك كده في الدقيق بتاعنا، وهنعجنه نفس العجينة بتاعت الفطير العادي. الفطير العادي اللي هو المشلتت، هي نفس العجينة، السمك بتاعها ولا خفيف ولا تقيل، وهتبقى معانا زي الفل وزي القشطة. طول ما انت قاعدة بقى تعملي الدقيق بتاعك، لازم بقى تستغفري، ولازم تقولي اللهم صل على سيدنا محمد، ولازم تسمي بالله كده، وان شاء الله الدقيق بيطلع ما بيكبيش، ما بيبقاش كابس كده. اذكري الله طول ما انت واقفة في الدقيق، هتلاقيه ان شاء الله طالع هاشش كده معاكي ومش كابس. هنا بقى الم الدقيق بتاعي كده على جنب، والمه مع بعضه كده، وبعد ما المه واظبطه كده واديله عجنه حلوه. لازم تعجني فيه عجنه حلوه كده وكتيره، تخلي القوام بتاعه بيبقى حلو. بعد ما تديله العجنه الحلوه والتمام كده، هوريه لكم، هقفل معاكم الكاميرا واوريكم بعد ما عجنتوا العجنه المتينه. عجنه يعني عجنه يعني، هاتي هي كده ورزعي زي ما انت شفت الرزعه اللي انا كنت برزعها دي. لان هو بصراحه بياخد معانا وقت، لازم نديله حقه في العجين عشان يدينا حقنا في الطعم. يلا هقفل معاكم الكاميرا وهرجع تاني. ايه رايكم بقى بالفرق؟ في فرق ولا مفيش فرق؟ اكيد في فرق، طلعت كل صحتي فيه. عجين يعني رزع وهب، والجيران تسمع. هنا بقى خلاص كده اتظبط تمام كده، مش هنحتاج اي حاجه، مفيهوش اي تكتلات، وكله معانا ناعم وزي الفل. هسيبه بقى هنا يريح معايا ساعه، نص ساعه، ساعتين. عملتيه من بالليل وصحيتي بدري الصبح عملت له الفطار، عملتيه وانتي بتعملي الغدا وركنتيه على جنب، وجيتي بالليل خدتي السهره. على حسب نظامك وعلى حسب رغبتك وعلى حسب زي ما انت عايزه، اي حاجه بتنفع. انا هنا بالنسبه لي عملته وانا بعمل الغدا وركنته على جنب، ولما جينا بالليل نسهر رحت ايه مطلعاه وعملته. بناخد بيه السهره يعني عشان الم عيالي في البيت. عيالي كبار كده، لما بيجي على المغرب كده وكل واحد بيشوف له حته، فبخترع لهم اي حاجه عشان يقعدوا جنبي. سندي وونسي، هم اللي بيونسوني. ينزلوا بعد ما ينزلوا اقعد لوحدي. والصغيره اللي انتوا سامعينها دي اخر العنقود، ده هو بس اللي موجود معايا دي. البيبي اللي هو بيرضع ده مش هتعمل حاجه، دي انا عايزه الكبار. بصوا بقى الدقيق بتاعي هنا، بصوا، قشطة قشطة قشطة. ان شاء الله طول ما انت بتعملي الاكل وبتحبي ولادك وبتحبي كل اللي حواليكي، هتلاقي الاكل والله من اقل حاجة بيطلع زي العسل. بجد طول ما انت بتعملي من قلبك مش هتحتاجي تكلفيه، هتلاقيه طالع زي العسل. هنا بقى حبايبي المبتدئين الصغيرين، بص عليا وركزوا انا ايدي بتعمل ايه. انا هنا بدوس من جوه لبره. بص هنا بدوس على العجينة، بجيب العجينة اللي جوه بطلعها وبزقها لبره عشان تبقى خفيفة عندي ورقيقة، بدل ما اجيب نشابة. مش مستاهلة نشابة، احنا صوابعنا وايدينا هي النشابة. زمان كانت النشابة، دلوقتي ايدينا هي اللي بتفرد. بصي بقى كده اهو، زي ما قلت لك ايه، تدوسي ايوه على قد ما تقدري تجيبي اللي جوه بره. طبعا اتقطعت مني كده مفيش اي مشكلة، ولا يشغلنا ولا يفرق معانا، مفيش اي مشكلة فيه. الفطير لما بيبقى مقطع مفيش مشكلة. هنا انا عملتها وبعد كده معرفش ايه اللي حصل في التصوير فاتقطعت، هعمل معاكم واحدة تانية. هنا نقطة زيت، كل ما تيجي تحطي واحده لازم تحطي نقطه زيت صغيره بحيث ان هي ما تلزقش معاكي وتطلع جميله معاكي وحلوه. اهو زي ما انتم شايفين انا بعمل ايه، بدوس عليها من جوه لبره من جوه لبره. لو وصلت لغايه هنا ما تستخسريش في اختك حبيبتك، الاشتراك واللايك وكومنت حلو. انا طماعه، انا بطلب التلاته مع بعض. الاشتراك عشان ان شاء الله ان شاء الله نبقى اسره واحده مع بعضينا، ونبقوا كده عزوه ان شاء الله بمشيئه الله.
والقناة ان شاء الله تتفعل وتكبر وتبقى بيكم بإذن الله. اللايك عشان بيرفع من القناة، كل لايك كل فيديو بينزل بيعمل لايكات كتير، ده بيعلي من القناة. الكومنت عشان تدوني حماس اللي انا اصحى من النوم كده الاقي نفس اخواتي وحبايبي بيدوا لي دعوه حلوه وبيكتبوا لي كومنت حلو وبيكتبوا لي تعليقات وكل حاجه جميله، بصراحه بتشجعوني ان انا استمر ان شاء الله في قناتي وما اخدش الموضوع بهزار واكبر دماغي وازهق. لا بجد بجد ربنا يخليكم ليا يا رب، يا رب نكبر مع بعض، يا رب يا رب ان شاء الله قناتي تتفعل وتكبر بيكم ان شاء الله من بعد ربنا. هنا بقى انا عملتها زي ما انتم شايفين كده، نفس التانية بالظبط، جبت من اللي جوه من بره، اللي من جوه من بره طلعته. السلستين لو تاخدوا بالكم باين من كتر ما هي بقت رقيقه وبقت خفيفه، وعماله اجيب العجينه كل ما بلاقي حته تقيله اروح دايسه عليها، بقى بصي السلستين باين كده. بقى انا جبتها زي ما انتم شايفين كده. الفطير بتاع امهاتنا ده يا ولاد، فاكرينه؟ فاكرين الفطير بتاع امهاتنا؟ هو ده. شفتوها بقى انا عملتها ازاي كده؟ تمام تمام. هنيجي بقى بأول واحدة عملتها وهرجع أفردها تاني. طب بعد ما ريحت اروح جاية كده اهو من ايه اهو، بصوا زي ما انتوا شايفينها كده. طبعا عايزة تعمليها مدورة وتحطيها في صينية وتحطيها في الفرن مفيش اي مشكلة، بس انا هنا عايزة اعملها لهم اللي هي في الفرن، اللي هي في الافران اللي بره اللي بتتباع وبتحطي عليها كريم كراميل وبتحطي عليها شوكولات وبتحطي عليها فراولة، بتحطي عليها حاجات من بره، بتحطي عليها شربات، بتحطي عليها حاجات كتير، الشكل الحاجة اللي عندك تحطي عليها عسل نحل، اي حاجة موجودة مسكرة تحطيها عليها. انا هنا عملتها لهم اللي هي الطويله المربعه وعملتها عليهم شوكولات. طبعا العيال اهم حاجه الشوكولات، لو من غير ما تقولي لهم هتختاروا انهي نوع هيقولوا لك الشوكولات، فانا اخدتها من قصيرها وجبت شوكولات. طبعا هنا لازم الزيت بتاعنا يبقى غزير عشان تحمر معانا من الجناب وتبقى كلها حمراء. لازم نقطه الزيت دي تحطيها من فوق عشان تحمر معاكي وتنجز معاكي، ما تطوليش على البوتاجاز وانتي واقفه، وبتخليه ابقب من فوق كده. بصوا ابتدى يبقبق معايا كده، بصوا زي ما انتم شايفين كده. جربيها وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هتعجبك. لو وصلت لغاية هنا بقى متستخسريش وقتك اللايك والاشتراك. هنا بقى احمرت معايا كده وقلبتها على الناحية التانية، مركزة على الحتة البيضة دي اللي هي دخلت جوه دي، وبحاول احمرها، وان شاء الله هجيبها برضو وهخليها تحمر وتبقى زي اللي حواليها. هي غمقت شوية، شفتوا بقى الزيت السخن عمل ايه؟ الجيش قالك اتصرف. كده تمام معانا وزي القشطة. هنبتدي بقى نطلعها ونحطها بقى ونزينها ونسيبها بس تبرد الاول خالص. بعد ما اطلعها انا مش اول ما اطلعها اروح حاطه عليها الشوكولات، لا، لازم بعد ما تطلعيها تسيبيها تبرد تماما، ما يبقاش فيها اي سخونيه، لانك لو حطيت الشوكولاته هنا بقى الغدر بتاعنا النور، النور اللي بيقطع كل ما بنعمل حاجه، النور اللي مزهقنا في عيشتنا، النور اللي بقينا بنعمل له حساب كل ما بنبدا في حاجه. يلا الحمد لله. هنا الشوكولاته بتاعتي كانت سايحه في الكيسه بتاعتي. عارفين الشوكولاته الخام اللي بتتباع عند العطار؟ هي دي جبتها وحطيتها في الكيسه، وجبت كوبايه فيها ميه دافيه وسقسقتها فيها كده بس. بعد كده خرمتها خرم صغير وعملت كده. مش لازم بقى نجيب كاكاو ونجيب لبن ونجيب نعمل الشوكولاته، مش مستاهله. هو يدوبك من عند العطار كده زي ما انتم شايفين. اهم نقطه يكون الفطير بتاعنا برد عشان الشوكولاته ما تسيحش. ويا رب لو وصلت لغايه هنا ما تستخسريش في اختك لحبيبتك الاشتراك واللايك وكومنت حلو دعوه حلوه. وباي باي يا حبايب قلبي، ويا رب تجربوها بألف هنا وشفا. باي 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 باي.